بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عثمان عبد إبراهيم، خطيب مسجد الفتح. هذا المسجد الذي أسس في عام 1412 هجرية الموافق في 1991 كان من أقدم المساجد في مدينة بلد حاو. وهذا المسجد منذ آن ذلك لم يشهد بأي إعادة إعمار إلا بعض الإصلاحات الضفيفة، والآن لجنة المسجد تقترح بإعادة إعماره وتوسعته نظرا لعدة أسباب. السبب الأول لضيق المسجد بالجماعة المكتظة والجماعة الغفيرة التي المنتظمة في هذا المسجد، لهذا يحتاج إلى توسعة وإعادة إعمار. السبب الثاني لشدة الحرارة في المسجد بسبب قصر قامة المسجد وبسبب الأعداد الغفيرة التي تصلي في المسجد. السبب الثالث أن للمسجد ليس له مستلزمات الطهارة كالمراحيض وحنفيات الوضوء، وكذلك ليس للمسجد مئذنة، لهذا يحتاج إلى إعادة إعمار وتوسعة. السبب الرابع لأن المسجد مبني على المصنوع باللبنات، ولهذا تؤدي إلى تشققات في بعض الأحوال، لهذا تحتاج أن نحول المسجد ونعيد إعماره إلى أحجار قوية وشديدة. ونظرا لتلك الأسباب المذكورة تطرح لجنة المسجد بإعادة وتوسعة المسجد، بإعادة إعماره وهدمه وتوسعة إعماره بعد الهدم بإذن الله تعالى. ولهذا نناشد جميع المحسنين والمحسنات وجميع المتسابقين والمتسابقات إلى فعل الخيرات بانتهاز هذه الفرصة. إنها فرصة غالية وفرصة ثمينة لبناء المساجد وإعادة بناء هذا المسجد، مسجد الفتح. وباسمي أناشد خطيب للمسجد، أناشد جميع المتبرعين من أفراد وهيئات ومنظمات خيرية بأخذهم الدور الكبير وبمساهمتهم الكبيرة لإعادة بناء هذا المسجد، علما بأن للمسجد أراضٍ تتسع للتوسعة بأرض تبلغ مساحتها 40 مترا مربعا، علما بذلك أن المسجد يحتاج إلى توسعة. ولهذا أناشد بجميع المتبرعين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخاصة إخواننا في المنطقة العربية المشهورين بمساهمتهم وفعلهم بالأعمال الخيرية بمساهمتهم بها بإعمار هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مسجدا في الجنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ببناء المساجد من الصدقات الجارية التي تنفع لصاحبها حتى بعد مماته. ولهذا باسمي وباسم لجنة المسجد نناشد جميع المتبرعين وجميع المحسنين بإعطائهم الدور الكافي لهذا المسجد حتى يساهموا في إعادة بنائه، لأن المسجد يحتاج إلى إعادة بناء ويحتاج إلى توسعة. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. sida uu sheegay khadiibka masjidka Fadhi, waxaan ka codsanaynaa inta khayrka jecel oo dhan dhammaantood oo helo khayrka ah oo muxsiniinta ah, waxaan ka codsanaynaa masjidkaas magaciisa la yiraahdo Fadhi oo ku yaala magaalada Beled Xaawo, in wixii nalaga qaban karna nagala qabto, nalala dhiso, nalala hagaajiyo, naloo dhisaan doonaynaa dadka muxsiniinta oo helo khayrka ah. waxaan ka codsanaynaa masjidkaas dhul weyn oo bannaan buu haystaa, ilaa inta uu ku dhisan yahay ma ahane ilaa 40 mitir oo isku wareeg ah, afar gees ah oo hadda u bannaan buu leeyahay. baahiyihiisu way fara badan yihiin sida khadiibku uu noo sheegay, in baahidaas nalala dabaro dadka khayrka
kale ay ka qayb qaataan masaajidka dhismihiisa oo masaajidka nooga ballaariyo nala dhiso intaas aan dadka ahlu khayrka ka codsanayna كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب إن عظمت ذنوبي كثارة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أقر في قول لا منه ولا نعم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي جم معناه وصورته ثم اجتباه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم زعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل تقوى الله في السر والعلانية تقوى الله في الغيب والشهادة تقوى الله في الجمع والانفراد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث حسن. هذا الحديث من أرجى الأحاديث في السنة النبوية، حيث بين سعة عفو الله سبحانه وتعالى وبين غفران ذنوبه لعباده. فهذا الحديث تضمن لثلاثة أسباب كبيرة في غفران الذنوب. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء. قال الله سبحانه في الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني، يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء مع الرجاء، فلا بد أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت ترجو بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. السبب الثاني من أسباب المغفرة هو الاستغفار مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ذنوبك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. فسر العلماء بعنان السماء أي بالسحاب السماء، حتى لو بلغت ذنوبك بكثرتها وعظمها لو بلغت عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. أتريد أن يغفر الله جميع ذنوبك مهما كانت ومهما كثرت؟ أتريد ذلك؟ إن كانت إجابتك نعم فعليك بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أكثروا الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي أسواقكم وفي طرقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر.
صلاة